ناس بكري يقولوا اللي طار يجيك خبره، اللي طار يجيك خبره. السلام عليكم الزلفلة، وان شاء الله تكونوا بخير. اخواني، الفيديو اللي شفتوه في البداية نتاع شخص يتم هرسلته او العفس عليه وهو يصرخ صراخ الذي يحترق، هذا الشخص اسمه رضا بوزاكتي، الآن أصبح المدعو رضا السقلاوي. أولا إخواني، أنا ضد هذا المنظر، أنا ضد العنف، لأنه كل شيء ينحل بالقضاء. لكن هذا الشخص يعيش في فرنسا وظلم ناس بزاف، ظلمهم في أعز شيء يملكوها له وهي الأم. هذا رضا بوزاكتي هو الآن على ما أظن حسب معلوماتي يعيش على الأراضي الفرنسية بدون وثائق، لأنه ارتكب عدة جرائم على الأراضي الفرنسية، والآن تحول إلى مخبر لدى المصالح الأمنية في فرنسا، ويتاجر بكل الممنوعات، بكل الممنوعات يتاجر بها باش هذا رضا بوزاكتي والسقلاوي عاث فسادا في هذا المنصة هذه تاع التيك توك بسب وشتم كل الأمهات ونشر صور وأعراض الجزائريين. هذا رضا بوزاكتي هذا ما حبش يحشم، إلى أن طاح في واحد مول الفول اللي نعرفوه خونا سمير مولوديا، سبلو بلي ما خلالوش، فالناس تختلف في طريقة الرد، فطاح مع هذا الجون هذا ما لقى إلا هذه الطريقة أنه يتعامل معه بعنف، وأنا ضد الطريقة هذه على كل حال. ولكن حجم المظلمة التي تعرض لها هذا الأخ اللي استعمل العنف مع هذا المعتوه رضا بوزاكتي، والله ما تلقى ما تقول. هذا رضا بوزاكتي بغيت نبعث به رسالة أولا لأهله اللي في تيبازا. قيل لي أنه من تيبازا وباباه يتاجر وعنده محل القلب اللوز، والله كنت نسمع أنه باباه يبيع قلب اللوز مليحة، وقلت في يوم من الأيام نروح نزور هالمحل هذا ونتذوق من هذا الحلويات هذه. لكن للأسف الآن لقيت روحي مضطر أني نبعث برسالة لأهله وعلى رأسهم باباه ويماه الكريمين، حتى إخوانه، أنهم يشوفوا لهذا الولد العاق إن صح التعبير، اللي هو داخل خارج للسجون، راه ما خلاش في أمهات الناس وأمهات الجزائريين، وراه يبيع في ولاد الجزائريين، خاصة الحراقة اللي في فرنسا يبيعهم للمصالح الأمنية في فرنسا. نتمنى إذا كان مازال عندكم عليه سلطة الوالدين أنكم تتكلموا معاه يتوقف عن نشر الأعراض وسب الأمهات. الآن الرسالة الأخرى للجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا. خوتنا الصورة تاعو أمامكم، نتمنى أنكم تجيبوا لنا الأدراس تاعو، لأن البلطجية اللي في الجزائر تعاملنا معاهم بالقضاء. البلطجية أمثال هذا لي زانديكاتور عند المصالح الأمنية في فرنسا قد نتعامل معهم بالقضاء. نعم، المهم أنكم تجيبوا لنا الأدراس تاعو في فرنسا، لأنه هذا عنده صديق برلماني هنا في الجزائر ومكون شبكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معاه قيل لي واحد المعتوهة كذلك شيبا بن شيخ، قيل لي أنه غايظها الحال على المدير الأمن السابق اللي راه في التريبينال، فمعاه في الشبكة.
كذلك واحد المعتوهة أخرى. المهم اللي في الجزائر سهل التعامل معهم بالطريقة القانونية. هذا إخواني الجالية المقيمة بالخارج، ماذا بكم تساعدونا باش نوصلوا لهذا الشخص. وقيل لي أنه فيه ضابط فرنسي من أصول جزائرية خرج لا روترات وكتب كتاب، وكتب على لي زانديكاتور، من بينهم واحد مسميه سامبا. قيل لي أنه هذا هو رضا بوزاكتي، هو سامبا، ورواه القصص نتاعو